اهلا وسهلا فيكم بيوميات حنان. حبيت اشارككم بهي الاكله الجديده اللي اخترعتها هلا انا وصايمه. عندي بصل اخضر وعندي مشروم ولحمه ودهنه وبهار وملح وشويه كزبره ناعمه. قليتهم مع بعض وهلا بدي اضيف عليهم البطاطا. قليتها مكعبات بهذا الشكل وراح اكمرها بشوي مي وملح، يعني مي بسيطه، ملح ما بدها كتير حسب الرغبه. بس انا راح احط لها، شايفين بهذا الشكل عشان ما تصير كتير، يعني هنجد حسيته طبق ولا اطيب من هيك. فهلا بس يخلص راح اورجيكم اخر شكل له. وهذا هو شكلها لليوم، البطاطا مع الفطر واللحمه وبصل الاخضر. هي عن جد طلع شكلها حلو كتير، بقى طعمتها ما بنعرف، عن جد اختراع انا اخترعته لسه ما بعرف، هاي اول مره. قلت لحالي اليوم ما عندي شي، بدي اعمل بكره عندي عزيمه، لازم اعمل اي شي اليوم مدبره. وعلى هيك عملت هذا الصحن البطاطا، وعملت صحن باذنجان مقليه وخيار ولبن وفلفله مقليه، وعندي هون برغل ببندوره اكيد بتعرفوه. وهدول اكلاتنا لليوم. انتو شو اكلتوا؟ وصحتين وهنا عليكم على قلبكم يا رب.